الزلفلون، السلام عليكم. هذا الفيديو في الكثير من الأصدقاء طلبوا مني القيام بفيديو باللغة العربية حول الملف القضائي لقضية اغتيال جمال بن إسماعيل في أوت 2021 بمدينة الأربعاء نافذة في بلاد القبائل. لماذا؟ لأن هذه القضية جد مهمة، وكان العديد من الفيديوهات التي قمت بها سواء كانت باللغة الأمازيغية أو اللغة الفرنسية، والكثير من الأصدقاء كما قلت سابقا طالبوا مني القيام بفيديو قصير باللغة العربية والكلام على هذا الملف الذي يعتبر ويجب أن نعتبره كوصمة عار على مؤسسات الدولة الجزائرية، على النظام القضائي الجزائري، وعلى المنظومة الأمنية برمتها في الجزائر. سأشرح ذلك فيما بعد وأتطرق إلى العديد من النقاط التي يجب أن تكون محل نقاش وطني، ويجب كذلك أن تكون محل استهجان ورفض من طرف المواطنين، لأن هناك تعسف لا يمكن أن نصفه بأي شكل من الأشكال. تعسف صارخ، تعسف لا مثيل له، تعسف يمثل كذلك الإشكالية العميقة التي تعيشها الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. إذن للكلام حول الملف، أولا أريد أن أقول أن هذه القضية يجب أن نقول بكل وضوح أننا لسنا هنا لإعادة كتابة التاريخ، نحن هنا لكتابة التاريخ الحقيقي وليس المزور. ثانيا، نحن لا نخفف أبدا من القضية التي راح ضحيتها الشاب جمال بن إسماعيل، أي أن المتسببين في عملية الاغتيال الشنيعة يجب أن يتم محاسبتهم وفق القانون. ونحن في هذا الصدد لا نريد الكلام عن من كان سببا في تلك الحادثة أو شارك في تلك الحادثة، لكن هناك أسئلة عديدة يجهلها المواطن الجزائري عن هذا الملف، وأن هذا الملف هو ملف تم تسييسه من بعض الجهات في الأجهزة الأمنية والقضائية الجزائرية، تم تسييسه لأهداف معينة. ولهذا دائما وسأقول أن على الجهات الرسمية، إذا كانت هناك جهات رسمية مسؤولة في الجزائر، يجب أن تقوم بتحقيق رسمي ومعمق للمسؤولين في هذا الملف، لأنه بعد قراءة عميقة المسؤولين على هذا الملف لا يمكن أن نقول إلا أنهم قاموا بمحاولة انقلاب سياسية على نظام الحكم والتأثير على الرأي العام لإحداث مغالطات يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن أن نتصورها. إذن لماذا نحن كحقوقيين نرفض هذا الملف والكيفية التي تم التسيير بها من طرف الجهات الأمنية والقضاء؟ أولا، كان يجب على الجهات الأمنية أن تحقق بشكل عميق في القضية لإيجاد الحقيقة حول المتسببين في قضية الاغتيال، لكن ماذا جرى؟ تم إخراج القضية من سياقها إلى سياق سياسي. سأعطي أمثلة بسيطة على هذا. تم الزج بأناس أبرياء في هذا الملف، من بينهم المدعو محمد العسكري، كان عليه الكثير من الكلام في وسائل الإعلام والمرئية والمكتوبة. محمد العسكري مثلا لم يكن حتى في مكان الحادثة، لا يوجد ولا صورة ولا فيديو تبين أنه شارك في عملية الاغتيال، وكل التقارير الأمنية في الملف تثبت ذلك. الشيء الوحيد الذي نجده في ملف القضية
حول المدعو محمد العسكري مثلا هو حوار سياسي، ولا علاقة له أبدا أولا بحرائق الغابات في منطقة القبائل، بالتخابر مع دولة أجنبية، بالانخراط في جمعيات أو منظمات إرهابية، والمشاركة في عملية اغتيال جمال بن اسماعيل. لا يوجد ولا شهادة من طرف رجال الأمن، لا يوجد شهادة من طرف المسؤولين في القضية، ولا يوجد ملخص من طرف الجهات الأمنية تثبت أنه شارك في القضية. لكن رغم ذلك تم إدانته بالتهم المنسوبة إليه وزجه في السجن والحكم عليه بالإعدام بدون أي قرينة، وهنا لا نقول إثبات أو دليل، بدون أي قرينة تم الحكم عليه بالإعدام بدون أي دليل واحد. الدليل الوحيد الذي أتت به السلطات الأمنية هي صورة، وأنا أقول وأتحمل مسؤولية ما أقول، ليست بصورة المدعو محمد العسكري. أولا هذه الصورة لم تكن واضحة في الملف. ثانيا هذه الصورة ملتقطة لشخص وجهه لا يظهر في الصورة. النقطة الثانية التعليق الذي وضع على هذه الصورة يقول: صورة تبين تواجد المشتبه فيه بمسرح الجريمة. تواجد وليس المشاركة. أولا الصورة ليست واضحة. ثانيا الصورة، وأتحمل ما أقوله أمام التاريخ وأمام المواطنين، أن هذه الصورة ليست لمحمد العسكري. ثالثا تعليق الجهات الأمنية يقول تواجده في عين المكان. هذا هو الإثبات الوحيد الذي قدمته الأجهزة الأمنية، وعلى أساسه تم إدانة محمد العسكري بالتهم المنسوبة إليه والزج به في السجن والقضاء عليه بالحكم بالإعدام. أعطيكم كذلك مثال آخر على هذه القضية، وهو المدعو موالك محمد بلعيد. موالك محمد بلعيد تم إلقاء القبض عليه بعد الحادثة بأيام، وكان في سيارته نحو المنزل. لو كان قد شارك في هذه القضية، هل سيسير بسيارته بكل أمان في وسط الأربعين ثلاثا؟ الجواب هو لا. لكنه ورغم ذلك تم إيقافه من طرف الأجهزة الأمنية والزج به في الملف وإظهاره في أجهزة الإعلام الخاصة والعامة، وبدون أي دليل واحد. أقول وبدون تقديم أي دليل واحد على مشاركته في الجريمة، إلا أنه تمت إدانته والقضاء حكم عليه بالإعدام. هل يمكن أن نتقبل مثل هذه القرارات؟ نعم أو لا؟ أعطي لكم أمثلة أخرى على هذا الملف. هناك أحد الأشخاص الذين ظهروا في فيديوهات، وهو الشخص الذي انتزع من الضحية جمال بن اسماعيل بطاقة هويته والتليفون الشخصي. لن أدخل فيما حدث بالتفصيل، لكن أعطيكم مثال بسيط حول تسييس القضية وإخراج الملف من سياقه الحقيقي
القانوني. وهذا الشخص اسمه مصطفى شعبان، الذي لا علاقة له بالسياسة بتاتا. قامت الأجهزة الأمنية بتفحص أجهزته الإلكترونية ولم يجدوا أي شيء يمكن إدانته بها على أنه منتمي إلى حركة سياسية أو حزب سياسي. لكن لكي يتم إلصاق به تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ومنظمة إرهابية، ماذا قامت الأجهزة الأمنية؟ أقرأ لكم بالتفصيل. تنفيذا للإذن بالتفتيش الحامل لرقم الصادر عن سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بتاريخ 16/8/2021، بتاريخ 16/8/2021 سجلنا إعجاب الصفحة الحاملة للاسم المستعار باللغة الفرنسية زيزي حسن نغض الماء المنتمي صاحبها إلى حركة الماء الإرهابية. هل وضع إعجاب على صفحة معينة يجعل من الشخص منتميا لحركة معينة؟ هل كذلك هذا الشخص سيضع إعجاب أسبوع بعد اغتيال جمال بن إسماعيل؟ رغم كل الأحداث لن يجد وقتا للتفكير على مستقبله إلا أن يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي ويعجب بصفحة ينتمي صاحبها إلى منظمة المارك. هذا ليس إلا من أجل تسييس القضية. أعطيت لكم 3 أمثلة لشخصين لم يكون حتى في مكان الحادثة، ولشخص كان في عين الحدث لكنه لم يشارك لا في الضرب والسحل والقتل الذي تعرض له الضحية. ورأينا كيفية إرادة الأجهزة الأمنية في تسييس القضية وجعل أشخاص لا علاقة لهم بالسياسة أشخاص منتمين إلى حركات، كيف ليس ببطاقة انخراط وليس بإعلان سياسي وليس بإثباتات مكتوبة مرئية سمعية بصرية، لا، بوضع جام على صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي أسبوع بعد حادثة الاغتيال. إذن أنا أقول هؤلاء الأشخاص ليسوا إلا مثال بسيط عن التعديات الصارخة على القانون في هذا الملف. وهناك أشخاص آخرين حقيقة لم يكونوا حتى في مكان الحادثة وتم الزج بهم في السجون واعتقالهم والاعتداء عليهم، وأزيد من ذلك الحكم بالإعدام عليهم في القضية الحال. أمثال سيفاكس مامو مثلا، هو شاب لم يكن حاضرا حتى في مكان الحادثة. مشاك ياسين لم يشارك لا من قريب ولا من بعيد في قضية الحال. فرحات دبيان كذلك لم يكن في عين المكان. أشخاص لم يشاركوا في الحادثة وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية جائرة وأحيانا حتى بالإعدام. إذن لهذا نحن نريد أن يكون هناك حكم حقيقي قائم على القانون والمبادئ الحقوقية التي يجب أن يتأسس عليها حكم قضائي. نحن بهذا لسنا نعمل ضد ذاكرة جمال بن إسماعيل، لكن بعملنا هذا ندافع عن ذاكرة جمال بن إسماعيل. الدفاع عن ذاكرة جمال بن إسماعيل ليس بتقبل أحكام جائرة في حق أبرياء. حقيقة المسؤول يجب
أن يدفع ثمن فعلته. لكن أناس ليست لهم أي علاقة بالملف يتم الزج بهم في السجون ورمي أحكام قضائية باسم الشعب الجزائري وباسم المؤسسة القضائية، هذا يعد تعد سافر على القوانين الداخلية والخارجية. وتعتبر مثل هذه الأحداث كعملية اغتيال ثانية لجمال بن اسماعيل. أقف إلى هذا الحد، وإذا كانت هناك أسئلة يمكن طرحها في التعليقات تحت الفيديو وسأجيب عليها واحدة تلو الأخرى. شكرا وثمر.